نبوءة العرافة اتحققت سر زوال حكم الملك فاروق بعد 6 أشهر من ميلاد ابنه فاروق الأول ملك مصر والسودان الذي ولد في عام 1920. ورغم مرور سنوات كثيرة على وفاته لكن يظل البحث وراء الأسرار في حياته حتى يومنا هذا. فما سر العرافة التي تنبأت بزوال حكمه؟ وما علاقة الحرف الذي لم ينتبه إليه الملك فاروق وأدى إلى زوال حكمه بحسب ما أنظرته العرافة؟ عرافة الملك فؤاد وسر حرف الفاء. بحسب ما ذكر في كتاب صاحبات السمو الملكي للكاتبة إيمان الشرقاوي، فإن الملك فؤاد كان لديه عرافة ويثق فيما تتنبأ به، وهذا هو السر في اختياره لأسماء أبنائه لتبدأ بحرف الفاء، إذ نصحته تلك العرافة باختيار هذا الحرف لكي يضمن لنسله النجاح في الحياة وجلب الحظ لهم. لذا كل ذرية فؤاد الأول تحمل هذا الحرف، وهم فاروق وفوزية وفائقة وفتحية وفايزة. واستكمالا للنصيحة، حذرت العرافة فؤاد الأول من حرف الألف في أسماء ذريته كي يضمن بقاء حكمه حكم ولي عهده. واتبع الملك فاروق خطى والده وقام بتسمية بناته الثلاثة بحرف الفاء، فريال وفوزية وفادية، ولكنه وقع فيما بعد فخ الحرف الذي حذرت العرافة والده منه. كيف لم يستمع الملك فاروق لنصيحة العرافة؟ تمنى ملك مصر والسودان أن يرزقه الله بولي العهد كي يورثه حكم البلاد، وبعد إنجابه 3 بنات من زوجته الأولى الملكة فريدة أنعم الله عليه بالولد في 16 من يناير عام 1952 من زوجته الثانية ناريمان، وارتجف قلبه فرحا وابتهاجا بهذا المولود، ولكنه وقع في الفخ الذي حذرت منه العرافة، وأطلق فاروق على نجله اسم أحمد فؤاد وأعطاه لقب أمير الصعيد. زوال حكم الملك فاروق. بعد 6 أشهر من ولادة أمير الصعيد بدأ الضباط الأحرار في تنفيذ مخططهم نحو الحرية، وفي ليلة 23 من يوليو نفذ هذا المخطط بقيام ثورة يوليو، ونجحوا في عزل الملك فاروق عن الحكم بعد إقناعه بالتنازل لنجله الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد يوم 26 يوليو من عام 1952. تحقق نبوءة العرافة. تنازل ملك مصر والسودان عن الحكم نجله أمير الصعيد الذي كان لا يزال صغيرا وقت اندلاع ثورة يوليو، لذا تم تشكيل لجنة الوصاية على العرش كي تدار زمام أمور البلاد من خلالها. وظل الأمر هكذا حتى تم إعلان زوال الملكية وإعلان الجمهورية في 18 من يونيو عام 1953، ليصبح الملك أحمد فؤاد هو آخر ملوك مصر، وتتحقق نبوءة عرافة جده فؤاد الأول. الجدير بالذكر إن الملك فؤاد الأول لمح ذات يوم سيدة ترتدي ملابس غريبة تمشي بجوار سور قصر المنتزه، فأمر باستدعائها، فتنبأت له هذه السيدة بملك عظيم وطلبت منه أن يحافظ على حرف الفاء دائما ويطلقه على أولاده وزوجات أولاده الذكور وباقي ذريتهم من بعده. وحافظ فاروق على هذا التقليد من بعد أبيه، واستخدم حرف الفاء في تسمية زوجته الأولى صفيناز فأطلق عليها اسم فريدة. لم يتبع فاروق ذلك التقليد عندما تزوج ناريمان أو عندما أنجب منها، إلا أن النهاية كانت سريعة.